في سنة 1997 قطار مصري كان طالع من أسيوط ومتجه للقاهرة. الساعة كانت 11 بالليل. القطر كان عادي جدا، مفهوش أي حاجة غريبة لحد ما اختفى. والقطر دخل نفق صحراوي معروف واسمه نفق 73. بس الغريب إنه مخرجش تاني، والإشارة ساعتها قالت إنه لسه جوه. بس لما بعتوا فرق الطوارئ مفيش أي أثر، ولا صوت ولا نور ولا حتى دخان. واللي حصل بعد 5 ساعات قلب مصر كلها. القطر رجع، بس الغريب انه رجع فاضي، مفهوش ولا راكب ولا سواق. وكل الشنط بتاعت الركاب اللي كانت مكانها ما اتحركتش. حتى التذاكر كانت لسه موجودة، بس الناس فين؟ اختفوا. وأجهزة المراقبة قالت إن القطر ما خرجش من النفق أصلا، لكنه اتسجل وهو بيرجع من الاتجاه المعاكس لوحده. حد بيسأل طب ازاي رجع لوحده، ومين اللي شغله، وفين اللي عليه؟ من وقتها والنفق اتقفل، والقطر ما اتحطش في اي محطة ولا اتعرض في اي متحف، ولا حد عارف هو فين دلوقتي. بس في ناس بتقسم وبتقول انهم بيشوفوا القطر ده بالليل واقف على الرصيف ومنور، بس مفهوش حد، وبيتحرك لوحده وبيختفي تاني.